السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا أجمل وأحلى اخوات في الدنيا. وهلت بقى روايح رمضان والأيام الجميلة المباركة، ربنا يا رب يعود عليكم كل الأيام بخير وبصحة وسلام. هنعمل النهاردة بقى الفول المدمس مع بعض بكل تفاصيله، وهنسويه على الرملة، وهقول لكم كل حاجة بخصوصه بحيث ان هو يطلع معاكم ناجح من اول مرة وعمره ما هيسود منكم. وهقول لكم على كل تريكات التسوية عشان يطلع معاكم دايب دوبان وزبدة زبدة زبدة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة هنا معايا ده فول جديد، لازم تروحوا تقولوا للراجل انا عايزة فول تدميس جديد. ده فول تدميس جديد اللي هو البلدي الفاتح، ما تجيبوش اللي لونه غامق عشان بيسود في التسوية ومهما عملت فيه لونه بيغمق. ده بالنسبة لنوع الفول. انا ما بعيرش الفول، انا بجيب القدرة وبعير فيها. يعني انا بجيب القدرة بجيبه وهو لسه ناشف من غير اي غسيل خالص ولا اي حاجة خالص، وبجيب احطه في القدرة، بعير القدرة لحد ربعها، لان لسه بسيب البراح ده كله لان لسه الفول هيزيد ولسه فيه مية عشان ما يفرش معايا بعد كده ويزيد في القدرة ويبهدل لي الدنيا. فانا بعمل حساب الحاجات دي من الاول. فبجيب القدرة بعير ربعها وهو الفول لسه ناشف، وبعد كده بجيب الفول بحط عليه 4 معالق كبار من الفول المدشوش وبغسله كويس جدا وبنقيه طبعا من اي حاجة عينيا شايفاها مش نظيفة، وبغسله مرة واتنين وتلاتة لغاية ما الاقي المية بتاعته راقت خالص، وبعد كده بحط عليه مية نضيفة وبسيبه متغطي لتاني يوم الصبح. انا هنا كان الساعة 10 بالليل، اشتغلت فيه 10 الصبح، يعني ده بعد 12 ساعة بالظبط. هنا المية لقيتها معكرة خالص، لازم بيتغسل طبعا كويس جدا تاني بمية مرة واتنين وتلاتة واربعة. وبعد كده معايا هنا 4 معالق كبار من العدس، انا ما بضيفش حاجة غير كده. من الحاجات اللي هي الطماطم والكلام ده انا ما بضيفش حاجات من دي خالص لان الحاجات دي بتسمر الفول. بحط كده الفول معايا في القدرة. الفول هنا هيوصل لنص القدرة بعد النقع، يعني هو وصل للنص بعد النقع. لازم تلاحظوا حاجة زي كده، يعني ده اقل القدرة بتاعتي انا ما بتاخدش ازيد من 350 جرام فول، يعني اقل من نص كيلو، وهتشوفوا طبعا عمل لي قد ايه. وبحط عليه معلقة من الخل كبيرة. الخل هنا عامل اساسي عشان التسوية ويطلع معاكم الفول مستوي زبدة. وبحط هنا المية المغلية، لازم تكون مية مغلية عشان الفول ما يجلدش معاكي، ولازم المية ما توصلش لاخر القدر عشان الفول لما بيجي يغلي من النوعية اللي بيفور مع التسوية، فلازم تسيبه براح كده في القدر عشان الفول لما يغلي ما يبهدلكوش الدنيا. ومعايا نص ليمونه حطيتها. وهنا بقى معايا الغطا بتاع القدره، بحط عليه ورقه فويل كده زي ما حضراتكم شايفين وبكمرها كويس جدا عشان خاطر تمنع اي هوا يخش للفول عشان ما يسودش معايا. اي هوا هيخش للفول او اي الغطا ده لو اتشال من على الفول وهو لسه في اول التسويه قبل ما يمر عليه 3 ساعات بيسود، يعني ما بتلاقوهوش ابيض خالص، بتلاقيه عمل وش اسود وبيروح الفول كله مسود. فلازم تراعوا حتة زي دي. وانا عامله هنا طبعا الفول في القدره لان طبعا الفول هو قدره عشان ما نضحكش على بعض. انا ما بحبش اعمل في الحله لان الفول بيعوز الحاجه المكموره عشان ما يتعرضش للهواء ويسود، فلازم القدره. فطبعا مع احترامي للي بيعملوا في الحلل، يعني كل واحد حر في رايه. وهنا عندي بحط الرملة كده بسخنها الاول على النار، لازم تكون متسخنة كويس جدا قبل ما احط القدرة عليها، وبخلي النار عالية خالص زي ما حضراتكم شايفين كده في اول التسوية لغاية ما يبدأ يفور معايا زي ما انتم شايفين كده. وبحط اي طبق فيه مية على الغطا عشان خاطر يمنع الغطا من اللي هو يتحرك مع الغليان ويبهدل لي الدنيا. هنا لما بيتحط على الغطا حاجة تقيلة بيمنع الفوران ان هو ينزل على القدرة كتير. هنا بعد 3 ساعات بالظبط من التسوية المية زي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل، ما فيهاش اي اسمرار لان انا ما عريتهوش خالص ولا كشفت الغطا عنه قبل 3 ساعات. ده مهم جدا، ما تكشفيش الغطا على الفول قبل 3 ساعات من التسوية عشان ما يسمرش معاكي. ولازم الغطا يبقى مكمور كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا بقى عشان ادي اللون الجميل للفول بتاعي وتقل بسيط مش تقل كتير، بحط معلقتين من الدقيق عليهم معلقة ممسوحة من الكركم. ممكن تقللوا براحتكم، انا هنا زودتها بصراحة شوية بس انا عشان بحب اللون الاصفر، انتوا لو مش بتحبوا اللون الاصفر كفاية نص معلقة صغيرة. وبعملهم بمية ساقعة الاول بلاش سخنة عشان خاطر ما يكتلش معاكم، وبقلبهم وبصفيهم عشان لو في اي تكتلات ما تنزليش في الفول. وبعد كده بجيب مية سخنة بضيفهم عليها عشان خاطر الخليط يبقى سخن وهو نازل على الفول. انا كده بمنع اي اسمرار للفول يجيلي، يعني لازم اي حاجة تنزل على الفول تكون سخنة، حتى لما تيجوا تزودوا المية للفول لازم تكون مية سخنة. وبعد كده بعلي تاني النار على الفول، بخليه عليه خالص لغاية ما يغلي تاني.
هنا الفول ده لونه الاساسي لسه ملحقش يعمل الكركم فيه، فبعد شويه انا وبرده بزوده ميه سخنه قدامكم اهي، ما تزودوش ميه ساقعه خالص عشان تمنعوا اسمرار الفول. هنا انا جيت اقلب بالمعلقه لقيتها مش صغننه عماله تلسعني كده، فقلت اجيب واحده كبيره عشان اوريكم الفول شكله عامل ازاي. ده بعد 3 ساعات بالظبط. هنا بقى هسيبه كمان ساعة على النار، هوريهولكم تاني بعد ساعة. وحطيت برضو طبق فيه مية كده عشان يمنع الفوران، لان انا معليه النار لحد ما يغلي تاني عشان خاطر لازم المية تغلي، وبوطي تاني شمعة. وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين ده بعد الساعة، بسيبه كمان نص ساعة بقى. بعد يعني انا كشفته هنا بعد ساعة، يعني هو كده 4 ساعات على النار. هنا بعد الساعة بسيبه نص ساعة كمان لغاية ما يتقل معايا شوية، وبعد كده برفعه خلاص من على النار وبيبقى استوى معايا. ممكن تشيلوه في المرحلة دي عادي، انا بحب الفول مستوي خالص. وهنا الرملة بقى شكلها عامل ازاي، بتحمر كده او بتسمر زي ما انتوا شايفين كده. واحلى تسوية ممكن تعملوها للفول المدمس هي الرملة، بجد حاجة كده فوق العظمة، يعني بجد عظمة. والفول لونه كهرمان، ما يختلفش عليه اتنين بصراحة. عايزين تقللوا الكركم شوية، مش عايزينه كتير، ممكن نص معلقة زي ما قلت لحضراتكم. وبجد بجد من احلى الوصفات للفول المدمس اللي ممكن تعملوها، ولا غامق ولا اسود ولا حاجة خالص. وهوريكم التسوية كل حاجة على الطبيعة، وهوريكم ازاي بخزنه طبعا في الفريزر، وهقول لكم كل حاجة، وهوضب معاكم احلى طبق فول هتاكلوه. هنا بقى الفول عشان نشوفه مع بعض كده، زي ما انتوا شايفين كده الفول بيتهرس بالشوكة بمنتهى السهولة. القشرة هتختفي دلوقتي، مش هيبقى لها وجود. هنا القشرة اختفت خلاص. فاعرفوا كده ان انتوا التسوية بتاعتكم مظبوطة 100%. وطبعا السحور يعني فول، والفول ما بيخلاش طبعا من السحور. فايه، اعملوا حاجتكم في البيت، عشان انا هوريكم في اخر الفيديو الفول اللي انا كنت شارياه كان لونه عامل ازاي وطعمه استغفر الله العظيم يا رب ما يتاكلش اصلا. وحبة قد دول بالظبط ب5 جنيه، انا كنت جايبه ب10 جنيه كيس على بعضه، قسمتهم في كيسين في الفريزر. والله قرفانه ان انا اكله، وهم ذات نفسهم هنا عندي في البيت قرفانين ان هم يجوا جنبه حتى. اللي انا عاملاه ده بجد احلى واطعم وانضف مليون مره من اللي احنا بنجيبه من بره. اعملوا حاجتكم في البيت، ما تشتروش الحاجات دي من بره، عشان بجد بقت حاجه صعبه جدا، اسعار من ناحيه ومن ناحيه تانية قله ضمير وقله نظافه. هنا بقى بجيب الكيس كده بعاير بقى طبعا ما انتوا عايزين كبشتين، عايزين كبشة، عايزين اللي انتوا عايزينه تعايروه على قد اكلتكم. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الفول زي الفل ما فيهوش غلطة، بجد من احلى الوصفات. وانا ما بحبش اتقله كمان عن كده، اللي عايز يتقل الفول يسيبه اكتر من كده عشان المية بتاعته تتقل، بس انا بحب المية كده لا تقيلة ولا خفيفة، متوسطة. وما بحبش ازود الدقيق كمان في الفول اكتر من كده، هما معلقتين كويس جدا على اللي انا عاملاه ده. وهسيب لكم كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف برضو، عشان خاطر لو حد عايز يراجعها. وهنا الفول بحطه في اكياس زي ما انتم شايفين، عمل لي 7 اكياس من اقل من نص كيلو، يعني 350 جرام تقريبا. وبعد كده بحطه في الفريزر، وهوريكم برضو شكله هو طالع من الفريزر شكله عامل ازاي. عندي هنا بقى معلقه طحينه، بضيف عليها معلقه من الزيت الحار، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الشطه، معلقه من الخل، نص ليمونه. وبجيب حبة زيت صغيرين بضيفهم عليها، وبقلب الخليط ده الخليط بتاع الفول خلاص كده جاهز. وفي نص معلقة ملح طبعا انا كنت هنساه. خدت كيس بقى ضربته في الخلاط كده ضربتين بس مش اكتر عشان ما ينعمش قوي، وحطيت عليه نص معلقة كده مليانة من السمنة البلدي، او ممكن اي سمنة عادية يعني تسيح على السخونية بتاعته لان انا مسخناه. وبضيف الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، واخر حاجة خالص بضيف رشة شطة ومعلقة كده من الزيت الحار بس على الوش كده عشان التقديم مش اكتر. وبكده خلصنا طبق الفول بتاعنا، وبألف هنا وشفا يا رب على هيجربه. احلى واطعم طبق فول ممكن تعملوه، وان شاء الله بعد الوصفة دي مش هتشتروه من بره تاني زي حالاتي كده، لاني كنت بصراحة جبت اخري، لان هو ده الحاجة الوحيدة اللي انا لسه بشتريها من بره هو والطعمية. فانا من بعد ما عملتهم في البيت بصراحة لا، في فرق شاسع، ونظافة وطعم ولون وكل حاجة، وحاجة طعمها جميل. وانتوا عارفين انتوا غاسلين الحاجة دي ازاي. وانا هوريكم دلوقتي ده شكله هو طالع من الفريزر، ده ابو 5 جنيه فول اللي انا شارياه، شكله عامل ازاي. كنت شاريه ب10 جنيه، قسمتهم على كيسين، ده كده ب5 جنيه. فحرام بجد والله، وقلة نظافة وقلة ضمير وقلة كل حاجة. اعملوا حاجتكم في البيت وبنظافة، وما تشتروش الحاجات دي تاني من برا. وبإذن الله فيديو الطعمية نازل بعد ده،
احلى وانضف واطعم واجمل، وكل حاجه عايزين تقولوها احلى من اللي احنا بنشتريها من بره مليون مره، وبنفس نتيجه الحجر واحلى كمان. وهعرفكم ازاي بجيب نفس النتيجه ديت وبايه هعملها معاكم. انتظروا الفيديو الجاي باذن الله. وبكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ومكنش طولت عليكم. دمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامه.